أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه الأجواء في مدينة هيوستن الأمريكية، اللقاء المرتقب واللقاء المنتظر، المنتخب المغربي من أجل بلوغ الربع النهائي للمرة الأجواء. وهكذا هي الصورة القادمة. منتخب المغربي الذي أزاح في آخر مباريات الإقصائية النوك أوت البرتغال إسبانيا. محمد وابي يختار مزراوي يخليه في مكانه ويدخل رضوان حلحال في أول مشاركات. كان من المنتخب الكندي، فريق الدار المستضيف، وخطيرة وصعبة وإمكانية لكندا والحارس بونو. الركنية الثانية لكندا، بداية قوية من الفريق الكندي. صحيح يلعب في هيوستن. لاريا يدخل، لاريا يلعب 1-2، كرة خطيرة المنتخب الكندي، محاولة للدخول، التوزيع وضربة مرمى أو ركنية. وركنية في الماتش هي حماسة البدايات للفريق الكندي. تمشي كرة وناحي في خطأ، في تدخل قوي يا حكم، مش ممكن. أوليفير ترجع الكرة مثل الفريق الكندي، كرة طويلة، مزراوي يغطي، رقم 6 لتاريخي واسطوري في الكرة المغربية في وجود الرياض الثالثة عبد المجيد الدولي. هنا خطيرة، كرة صعبة، ملعوبة صعبة، والحارس يتصدى ياسين بونو. ايش خطأ وناحي. شوف الشراسة من منتخب كندا. المنتخب المغربي يلزم يربح للديوال. يتعب، تمشي كرة بالتمهيد، كرة من التحذير، يلعب الكرة جونستون، صعبة الكرة والدفاع، يحط الكرة دياب، ممتاز عيسى، وضربة 13 دقيقة لعب في الشوط الأول. عرضية خطيرة ترجع من حكيمي، مش ممكن حكيمي يعطيها الكرة، يشوط اللاعب الكندي، لا يفوت بكرة قصيرة 1-2. يربح 3 ماتشات في كأس العالم. ترجع كرة من السيباري، يهرب اسماعيل واحدة، اسماعيل 2. هجوميا المنتخب الكندي سجل 8 أهداف في البطولة، بينما هنا خطورة هو الحارس كريب. هذا هو الحضور. ترجع كرة 1-2، فما مساحات، يخرج كرة لكن يغطي حذاري في ماتش من أيام. ترجع كرة حكيمي، حكام يقول خطأ لشيء من التأخير بكثير. الهوكي على الجليد، هوكي جلاس، راسية خطيرة والدفاع المغربي أو معقول في كؤوس العالم. الضغط على الوسط، يلعبوا كرة طويلة، تمشي سيباري منطقة الجزاء، وفي تسلل في كرة صعبة من هجوم كندا، من كرة ثابتة، ويلعب تحت الضغط، عنده كرت أصفر، ويعطي كرة لكندا، كرة سالع خطيرة ترجع. استاكيو بومبيتو، كرة مقطوعة، تمشي الرحيمي، سفيان الرحيمي، شوط كرة رحيمي، أول تسديدة من سفيان، أول حضور مغربي في الهجوم. الكرة الكندية بالراس خطيرة، ومرت سلامات، ودياز غايب تماما، دياز هو خطة للمغرب، يعني نظر. مزراوي، خنوس، ممتاز خنوس، يمشي بلال، يهرب بلال، ولكن التغطية والدفاع، الحماس مهم جدا. الهدف الأول اليوم أمام منتخب مستضيف للبطولة. تنبيه من الحكم الإنجليزي. خنوس المنتخب المغربي يلعب 1-2، كرة ما تمشيش، فماش خطأ يقول الإنجليزي. حكيمي يلعب كرة، حكيمي يمشي كرة لدياب، عيسى بالراس ممكن، والدفاع كرة مغربية مشات 1-2، دفاع كندي موجود وبخطأ. حذاري من الكروت الصفراء، حذاري. خطأ. الحلول مطلوبة في الشوط الثاني، انطلاقة الشوط الثاني ولكن يلزم تجازف، خاصة عندك كل الامكانيات. شوف الاخطاء الفردية، مش ممكن وناحي، وخطيرة لمنتخب كندا، تمشي كرة منطقة الجزاء، ولا اللعبة خطيرة، والركنية عدد 6. خطيرة الركنية
تمشي كرة عن طريق حكيمي، يطلع اشرف واحدة من ايام الزمن الجميل، يمشي حكيمي ترجع كرة للوسط، دياز يحط كرة رحيمي، سفيان رحيمي، يهرب رحيمي في خطة وخرجوا الصفرة، خرجوا الانذار، كانت اصفر على كرة للوسط، اشرف حكيمي خطيرة والهدف الاول، يلي عز دين ونحي جول، 1-0 للوسط، 1-0 لمنتخب المغرب، 1-0 ونحي. مش ممكن، من اول كورة من اول تسديدة المغرب تركب المباراة. يستاكيو لاريا، عرضية خطيرة، تمشي كرة مرة أولى مرة ثانية قتالية، برافو يا ديوب، ترجع كرة المنتخب المغربي الثاني وخلصنا، امشي حكيمي، زيد يا حكيمي اقلب على اليسار، حكيمي واحدة، حكيمة اثنين، عن طريق استاكيو بالراس الاولى والثانيه مزراوي، رهيب، تمشي كره للوسط، المرتده المساحات، يلا سير حط الكره على اليمين، يمشي رحيمي، خلصها يا سفيان للربع النهائي، الوسط عن طريق اشرف حكيمي، اشرف خلصها يا الاولاد، تمشي كره لمنتخب المغرب، حكيمي ديلي خنوس، كريبو يلعب طويله بالراس، ياخذ الكره، رد بالك يا حلحال، والحكم شي يقول؟ فتسلل ستار الله، يا حلحال صراحة أنا مرابط، كرة ممتازة سايبها له، عودها له، يمشي بالكرة، خلص ودي دياب عيسى، ترجع كرة مغربية، يمشي إبراهيم، يلا سير عن طريق الهجوم، يلا لعباتك، يمشي الهجوم، خطيرة، لا مرابط، تخلي لهم الغول، تخلي لهم الزيد من منتخب السيودة، 1-0 اليسار، يمشي مزراوي، واحدة والثاني وخلصنا، يمشي عن طريق مزراوي العرضية خطيرة، كرة بالراس للمنتخب الكندي، ويصلحها اشرف ولا دخل بونو. المغرب تلعب بالنار، وانذار على رقم 9، تلعب كرة طويلة، ضغط يا حلحال بالروح، تركيز والضربة القاسية يا براس يا ديوب، ايش تعمل؟ ذات الخطورة، مراوغة ممتازة والدفاع يتصدى والحكم يقول خطأ على الديفياسيون تاع الكرة، التحويل اتجاه اللعبة، خطيرة هذه، اخرج لي يا حارس، خرج لي يا بونو، رد بالك، ترجع كرة كندية والراس، نكلمكم لكن المهنة، يمشي كرة والبرة، مرت سلامات والحمد لله، شاف البيرغ ودافيد اخر في التشكيلة، والكرة المنتخب الكندي، المنتخب المغربي قاعد يرجع برشا، وياسين بونو للركنية، ياسين من جديد، أشرف، وهو الثاني لاعب عربي في المساهمات التهديفية، فما الخزري التونسي 5 وفما صلاح 5 وفما الثاني، خلصها يا دياز، خلصها إبراهيم الثاني، خلاص، مبروك الوسط، مبروك ونحي، مبروك الموروكو، المغرب في الربع النهائي، 2-0 المغرب، باي كندا، بيلا تشاو كندا، 2-0 للوسط، تبقى الوسود وتبقى كندا، 2-0 للمغرب، دياز، حكيمي هو حكيمي، وناحي هو وناحي، المغرب هي المغرب، والتسديدة إمكانيات كبيرة جدا، أكثر حتى من ناديهم اللي هما عالميين، 2-0 للوسود في المونديال
المغرب الهدف الجاي العاشر تعدل السنغال، اكثر منتخب افريقي يسجل في الورد كاب. خطيره العرضيه واتصل دفاع، اجتهادهم في الشوط الاول على تخويفهم لينا في الشوط الاول، على الضغط اللي يركبونا. الهدف الاول غير اوراق، والهدف الثاني حسم الاوراق، والثالث كان مزيد من التار الكندي لهدف الوداع. الكرة تمشي، بوشعر يقدم، بوشعر يدخل، بوشعر يهرب، بوشعر ما يعدي. احنا نقولوا فات، انتوما ما فاتش. تمشي كرة المنتخب الكندي، وياسين جدار المغرب ولكن لن يعبر. يمشي بالكرة ويشوط والدفاع يتصدى، والثانية وخطيرة، ومازالت الإمكانية ومازال المجال. استاكيو تلعب الكرة عرضية، ياسينو 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 والوداد. وتواصلت الرحلة بكأس العرب في الدوحة على النشامة الشقيقة الأردن، وهي تصل اليوم إلى منتهى، إلى ربع النهائي. الثالث 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 يا رحيل، ما ترحمهمش يا سفيان. سو الكندي حبسوه 3-0. التاريخ أكبر فوز عربي في المونديال، والمنتخب المغربي يسجل 10 أهداف في الورد كاب ليتعادل افريقيا مع السنغال. اسود المغرب تكتب التاريخ. حكمات التولاه نعم وصلت. تابعوا الاحتفالات، افراح في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أول فيديو في القناة. كنتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كما شاهدتوا في هذا الفيديو ملخص المباراة التاريخية للمنتخب الوطني المغربي أمام كندا، والتي انتهت بفوز مستحق للفريق الوطني ب3 أهداف مقابل لا شيء. هدفان سجلهما اللاعب عز الدين مناحي، والهدف الثالث سجله اللاعب سفيان رحيمي. المباراة في الشوط الأول كانت صعبة ومتوترة خاصة على جميع المغاربة، ولكن الحمد لله بالعزيمة تمكن لاعب المنتخب الوطني المغربي من إظهار قدراتهم الكبيرة في الشوط الثاني وحسم اللقاء، وتأهلنا إلى الدور ربع النهائي، المباراة التي سوف تجمع في الربع أمام منتخب فرنسا. نتمناو نحققوا المبتغى للشعب المغربي، ألا وهو التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي. كنتمنى تشاركوا في القناة إخوان وتفعلوا مع هذا الفيديو، واعطونا الاقتراحات ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.